السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل طاجن مسقعة. في الطاجن الفخار ده بإن شاء الله اللحمة المفرومة، إنما ايه حكاية حكاية. وإن شاء الله هنقول مع بعض النهاردة كل تفاصيل البتنجان اللي بتشرب زيت، وكله بقى لأول ما الأطفال بتسمع مسقعة لا بتهرب. لا، النهاردة إن شاء الله هنحط لها إضافات وهنخلي طعمها زي العسل، وهنشوف إزاي البتنجان ما يشربش معانا زيت كتير إن شاء الله من مطبخ مكة. دي كل المقادير حبايب قلبي، وهنقول كل حاجة وإحنا شغالين، وإن شاء الله نعمل أحلى طاجن. وتغيير عن الصينية بقى هنحطه في الطاجن الفخار علشان يطلع طعمه عسل عسل. كلنا عارفين ان الطاجن بيخلي اي حاجة بتتحط فيه بيبقى ليها طعم مختلف عن الصينية وعن الحلة. ده كان كيلو ونص بتنجان حبايب قلبي، ما حبيتش ان انا اعمل فيه اي حاجة، قلت اوريه لكم وان شاء الله هوريكم كل حاجة. اول حاجة ده كان معايا نص كيلو بطاطس، كان حجمها صغير، قطعتها شرايح وقلت اقليها علشان حبايب قلبي نحطها كده في وسط البتنجان، بتدي طعم حلو جدا. فسخنت الزيت على النار وقلت احطها، وان شاء الله على العين التانية دلوقتي هنفتح علشان نعمل عصاج اللحمة بالطماطم اللي هنحطها بين الطبقات. سبتها اهو تتحمر حبايب قلبي، وان شاء الله هم كانوا حبة صغيرين بس انا بتدي طعم، عندك اكتر من كده مفيش اي مشكلة. حطيتها على العين التانية، وان شاء الله هنجيب طاسة علشان نعمل احلى عصاج بالطماطم لاحلى طاجن مسقعة. كان بصراحة ولادي بقالهم فترة طالبينها مني، انا بعملها عادية ان شاء الله بره نبقى نعملها من غير لحمة، بس كان طالبينها باللحمة المفرومة بتبقى عسل. حطيت حوالي ربع كوباية زيت وثلاث بصلات كبار. العصاج اللحمة عامة بيحب البصل كتير، انا كنت حاطة 3 اللي هو البصل الابيض متوفر في السوق ومتاح دلوقتي، وان شاء الله بيبقى بيدي تسكرة حلوة. عايزة تحط 2 كبار مفيش اي مشكلة، بس دول كانوا 3. وان شاء الله نشوح فيهم حبايب قلب كده. وكنت حطيت معلقة فلفل اسمر كبيرة، انا بحط التوابل في الاول عشان ريحتها كده تطلع والبصل ياخد من طعمها. ونص معلقة شطة حطيت في الاول كده، نص معلقة شطة. كلنا عارفين المسقعة بتبقى سبايسة، عايزة تحطي معلقة كاملة مفيش مشكلة، انا بس عشان معايا اطفال فما بحبهاش سبايسي، او هم مش بيحبوا الحاجة حراقة اللي هي زايدة عن اللازم. ونشوح بقى حبايب قلبي كده في البصل لغاية ما ريحته تطلع ويبدأ بقى يصفر معانا. هنشوف نحط عليه ايه عشان نعمل احلى طاجن مسقعة بطعم مختلف. ونشوف كل مشاكل البتنجان. حطيت نص كيلو لحمة مفرومة، هي كانت لسه متلجة، انا كنت مطلعاها بس لسه كان فيها حبة تلج، فبنكسرها بظهر المعلقة وبنوطي النار زي ما انتوا شفتوا كده حبايب قلبي، وهي بتفك مفيش اي مشكلة. بنوطي النار وبنقعد نفتفت فيها كده بظهر معلقة او بسباتشولا، وان شاء الله هي بتتفتفت معانا مفيش اي مشكلة لغاية ما تفك من التلج. وان شاء الله لونها يبقى بني وكلها تبقى درجة كده او لون واحد زي ما شايفين. بعد كده لما فكت معايا جبت معلقة فلفل الوان، وكان بصوا في وسطها بشاور لكم نص قرن فلفل حراق، حطيته كده بقى بنشوح علشان ان شاء الله كل المكونات الجميلة دي تختلط مع بعض. اللحمة المفرومة ما بتاخدش حاجة، انا يا دوب 10 دقايق وهقول لكم عملنا ايه علشان يطلع معاكم طاجن مسقعة مميز. وهنا البطاطس بصوا حبايب قلبي انا كنت خلاص حمرتها، يعني انا بحبها كده لونها فاتح، مش بحب اغمقها شوية. وطلعتها على ورق مناديل، كل ايدينا بقى بتبقى في كذا حاجة، هي الام بقى ربنا يعينها بتبقى على طول كده. وان شاء الله بصوا بقى البتنجان انا جبتها ايه، بنقطع الحتة اللي فوق وبنقطع الحتة اللي تحت، وهنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. مرضتش اقشره الا قدامكم عشان اوريلكم. احنا بقى امهاتنا كانت بتشيل حتة من النص كده وبتسيب اللي هو الوش الحتة الخارجية بتاعته ده، وكنا بنسيب حتة كده في النص. احنا طلعنا كده ان شاء الله، طلعنا يعني مامتنا ربنا يديهم الصحة كانوا بيقشروه كده، فبنسيب كده حتة في النص. ومنها كمان ان هي بتمسك البتنجالة وبتحافظ عليه. قطعناه بقى ولا رفيع ولا تخين، لا بنقطعه وسط كده، شرايح وسط. وان شاء الله هوريكم دلوقتي بصوا بيبقى ولا تخين ولا رفيع حبايب قلبي. وبنقطع كل الكمية كده، وبعد
وبعد كده بنجيب معانا بولة أو صينية أو طبق نحط فيه دقيق. ليه هنقلي الدقيق؟ هنقلي البتنجال في الدقيق يا أم مكة، علشان حبايب قلبي الطريقة دي أنا باعملها مش بيشرب زيت كتير، هو الدقيق بينزل شوية في قاع الطاسة بس بيخليه محتفظ بالزيت ودرجته، ما بيخلوهوش إن هو كل شوية نمسك إزازة الزيت ونفضيها عليه. إن شاء الله الطريقة دي هتخليه معاكي ما يشربش زيت كتير. وبعد كده لما يتحمر إن شاء الله نطلعه، ما نحطش طبقات البتنجال حبايب قلبي على بعضيها، علشان لما بتقعد على بعضيها بيبقى كده كمية الزيت بتبقى بيبقى كلهم بيجوا على بعض كده، وبيبقى زي ما بنقول كده بيبقى البتنجال مميت. لا، كل البتنجال لما نطلعه يكون بعيد عن بعض. هنا بقى حطيت نص معلقة توم، كانت عندك معلقة كاملة حطي مفيش مشكلة، وظبطنا الملح، رجعنا تاني للحمة وشوحناها. انا كان حبة توم دول صغيرين، فلو عندك معلقة كاملة كانوا اخر حبة عندي، حطي معلقة كاملة لان المسقعة بتحب التوم كلنا عارفين. فهي كانت نص معلقة صغيرة، مفيش اي مشكلة. مش هنعمل اكل يعني؟ لا ان شاء الله هنعمل اكل. بصوا حبايب قلبي، والبتنجال بقى اهو بدأ ياخد اللون الاصفر. انا بحب يعني لونه بيبقى ذهبي كده، مش بحب اغمقه قوي. وان شاء الله هنطلعه على ورق مناديل ان شاء الله. زي ما قلت لكم حطوا كل بتنجال، ما تحطوش طبقات على بعض لما يطلع، علشان ما يبقاش زي ما بنقول كده البتنجال يبقى على بعضه ومندي. بصوا حبايب قلبي، انا بقى كده خلاص قعدتها 10 دقايق كده عبال ما استوت شوية اللحمة والنكهات خدت من بعض. كان معايا كيلو طماطم مجروشة. يعني ايه مجروشة يا ام مكة؟ يعني انا كنت طحناها في الكب بس خشن مش ناعم. عايزة تحطيها ناعم مفيش اي مشكلة، بس انا بحبها للمسقعة كده اللي احنا بنسميها ايه نص ضربة كده، بتبقى خشنة الطماطم. مفيش اي مشكلة، عايزة تطحنيها ناعم مفيش اي مشكلة، بس انا بحبها للمسقعة مجروشة. في اكلات بحبها كده مجروشة، يعني بضربها اللي هم بيسموها ضربة كده وبنقفل في الكبة، او ممكن تبشريها من المبشرة. هنا حبايب قلبي سبتها بقى تتعصق شوية وتتسبك، والبتنجال حبايب قلبي كان خلاص بصوا لونه دهب اهو. ما تقلقيش بقى ان شاء الله الطريقة دي هتعجبك ومش هيشرب معاكي زيت. هو بس الدقيق طبعا بينزل شوية تحت في القاع، بس كمية الزيت بتفضل زي ما هي، ومش كل شوية نفضي الازازة. طلعته على ورق مناديل بصوا، وان شاء الله بعد كده هنشوف هنعمل ايه. حطيت بقى نص معلقة شطة صغننة تاني. انا يعني حضرتك حابة تحطي معلقة كاملة مفيش اي مشكلة. وكان عندي معلقتين صلصة. ما عندكيش صلصة حبيبة قلبي حطي معلقة بابريكا بس، عشان بتخلي لونها احمر كده وجميل. ونفضل بقى نسيبها حوالي لغاية ما الطماطم، بس احنا مش عايزينها تنشف قوي على النار علشان ده الصوص اللي هنحطه بين الطبقات. فحوالي هنسيبها 10 دقايق. ودي معلقة ربع معلقة سكر حبايب قلبي، لغاية بس ما بنقول كده ايه بالبلدي تتشكشك كده، وان شاء الله تتسبك واللحمة تاخد من طعم الطماطم. بصوا وهنرفعها. بصوا انا خليت فيها شوية صوص، انا ما خليتهاش لما تنشف، او كنت بشاور لكم اهو، علشان دي هتبقى ان شاء الله الصوص ده هيسوي البتنجال في الفرن والبطاطس والطبقات ونشيلها. وبصوا لايك اهو، لايك لام مكة، وان شاء الله تطلع معاكي احلى صينية مسقعة. وطاجن بقى الفخار يا بنات ما شاء الله بيداها بقى طعم تحفة تحفة، جربيها ومش هتندمي. كل فترة بحب اعملها وبتبقى تغيير وبيبقى طعمها تحفة. بص البتنجال هو مش شارب زيت ولا اي حاجة، حتى لو هو شارب بيبقى شارب كمية قليلة ما تخافيش. وحطيت بقى جبت الطاجن حطيت فيه طماطمية في القعر وهرست البتنجال. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة ان شاء الله حطيت طبقة كده من العصاج. ليه؟ عشان ما يلزقش تحت، علشان معلش اول طبقة تتشرب من العصاج اللي هو البتنجال، لما نحطه يبقى واخد كده من طبقة بقى الطماطم. وإن شاء الله يبقى طعمه مختلف كده. أول رصة إن شاء الله نحطها، والطماطمية زي ما قلت لكم عشان مفيش حاجة إن شاء الله تتحرق منكم في القعر. ورصيت البتنجال هنرصه أهو عقبال ما إن شاء الله نحط بقية المكونات، وإن شاء الله نعمل أحلى طاجن مسقعة إن شاء الله بطعم مختلف. لأن طبعا زي
زي ما قُلت لكم الطاجن الفخار بيبقى عسل، عسل في أي حاجة بنحطها فيه. حطيت طبقة بتنجالة أهي، هو الطاجن ما شاء الله كان مساحته كبيرة، فأنا حطيت أهو رصيت أول طبقة، وبعد كده إن شاء الله رُحت جايبة حبة بطاطس أهُم حطيناهم في تاني طبقة علشان بيبقى طعمها حلو. هي كان حجمها صغير بس أنا قُلت بقى نحطها في الطاجن بيبقى طعمها حلو وجميل، وبعد كده إن شاء الله هنشوف هنعمل إيه يا بنات. اتفضلوا معانا وحبايب قلبي تعملوه ويكون طعمه حلو كده وتعتمدوه، وإن شاء الله يكون عندِك الخير كله. كان عندي فلفل ألوان بقى حطيته، أنا باحب بصراحة الفلفل الألوان. هتقولي لي ما هو غالي يا أم مكة، أنا باجيب 2 باجيب 3 على حسب وزنهم، و زي ما بيطلع وزنهم وباشتريهم لإن بصراحة بيبقى طعمه مسكّر. بعد كده حطينا حبايب قلبي طبقة بقى من الصوص اللحمة المفرومة والطماطم. عايزة تحطي فلفل أخضر ما فيش أي مشكلة، اللي عندِك حطيه واعملي بيه عندِك الخير والسعد والهنا كله إن شاء الله، ويكون بيتِك مليان وعمران كده إن شاء الله ببركة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيه حبايب قلبي، حطي الطبقة بقى اللي هي العصاج باللحمة المفرومة، وبعد كده باعمل طبقة تانية. أنا بصراحة في المسقعة ما باعملش أكتر من طبقتين عشان ما تطلعش تقيلة، والكل لمّا ياكلها إن شاء الله كده ما يجزعش منها وتبقى تقيلة في الأكل. لأ إحنا بنعمل طبقتين، وبعد كده آخر حاجة باحطها الصوص باللحمة المفرومة، وإن شاء الله هندخّلها تستوي. هي كل حاجة طبعًا مستوية، إحنا زي ما بنقول كده تشمّع في الفرن شوية، وبعد كده نقدّمها بتبقى زي العسل ما بتاخدش أكتر من نُص ساعة. نحطها في البوتاجاز شوية، وآخر عايزة 5 دقايق تحطي بس على الشواية تاخد بس لون خفيف علشان الطبقة اللي فوق ما تتحرقش معاكِ، ما فيش أي مشكلة. بس أنا حطيتها في الفرن عادي، قعدت حوالي ساعة نُص ساعة أو ساعة إلا ربع تقريبًا، وبعد كده طلّعتها. وآخر حاجة حطينا بتنجان والبطاطس والفلفل، وآخر حاجة حطيتها الصوص عشان إن شاء الله لمّا تخش الفرن كله بقى ياخد من نكهات، وإن شاء الله بقى كده ي البتنجان يشرب منه والبطاطس والفلفل، وبتبقى عسل، عسل. بُصّوا آخر حاجة حطيتها حبايب قلبي أهي، وبعد كده إن شاء الله هنزينها. وفاض معاكِ حبة بتنجان، الكمية دي كانت فاضمة معايا حبة، فتاني يوم بنحفظهم في علبة وباعملهم تتبيلة كده، باعملهم زي البتنجان المخلل ما فيش أي مشكلة. عايزة تجيبي كيلو بس ما فيش أي مشكلة، بس هم كانوا عندي كيلو ونُص. حطيت بقى فلفل ألوان كده فوق، وقرن فلفل حراق قُلت للي ياكله كنت قالياه مع البتنجان، وبألف هنا وشفا. بقى ندخّلها الفرن زي ما قُلت لكم كل حاجة مستوية، بس هنسيبها نُص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير إن شاء الله، عقبال بقى ما كُلّه كده الصوص ينزل على المكونات وكُلّه بقى يبقبق كده في الفرن، وإن شاء الله هنطلّعها. أحلى لايك بقى ومتابعة واشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد. وهنا بُصّوا حبايب قلبي، هي خدت معايا حوالي 40 دقيقة، أنا ما ولّعتش الشواية ولا أي حاجة. وبُصّوا بقى كان طعم وحاجة بقى وشكل والله يا بنات تحفة، تحفة، والطاجن مدّيها طعم مختلف. وبُصّوا بقى باقطّع لكم حتّة أهي، ولا شارب زيت ولا في زيت زي اللي بنشوفها كده المسقعة اللي هي مليانة زيت، لأ ما فيش الكلام ده عند أم مكة. بُصّوا أهو لو عِدتوا الفيديو كذا مرّة هتحسّوا حبايب قلبي إن أنتم عاملين طاجن خضار، يعني الطواجن العادية اللي بنعملها مش طاجن بتنجان من حلاوته، ولا شارب زيت ولا الكلام ده كلّه. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، وأحلى لايك واشتركوا في القناة ودعموني علشان يوصلكم كل جديد بكل مصداقية، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم سهل وسريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.